أعزائي المشاهدين، تاكسي المعرفة فكرة جميلة بالفعل، فكرة قيمة جدا، فكرة جديدة علينا. يمكن أما بنسافر بره بالفعل بنشوف كتير جدا من الناس معاهم كتب في القطارات، في المواصلات العامة، بيقضوا أوقات جميلة جدا جدا، أوقات ثرية. بنشوف كل الأعمار، يعني حتى في المطارات بنشوف الأطفال الصغيرين معاهم كتب مش صغيرة، مش مجلات عادية كمان، لأنها يعني نقول قيمة جميلة جدا، عادة كمان لو تحولت إلى عادة هتبقى شيء ثري ومفيد للغاية. معنا أصحاب هذه الفكرة الجيدة جدا في مصر الأستاذ وائل عبد الله، مدير العلاقات العامة لمشروع تاكسي المعرفة. أهلا وسهلا أستاذ وائل. أهلا بك. وأحلى صباح عليك. كمان معنا الأستاذ عماد العدلي، المستشار الثقافي لمشروع تاكسي المعرفة. اهلا وسهلا استاذ عماد. اهلا وسهلا يا فندم. استاذ وائل، مباشره يعني عاوزين نثري معرفه الناس بفكره تاكسي المعرفه. يعني احنا عندنا عارفين تاكسي العاصمه، لكن تاكسي المعرفه ده حاجه ثانيه جميله جدا. ادينا المضمون بتاعنا. تاكسي المعرفه عباره عن مكتبه بسيطه جدا. المكتبه دي بتتركب في التاكسيات، فيها مجموعه كتب. احنا بادئين من 4 ل 5 كتب بسيطه سهله القراءه ممتعه في داخل التاكسيات. عشان كده اتسمت الشعار او الحمله تاكسي المعرفه. الشعار بتاعها اقرا على الطريق. هدفنا فيها ان احنا نرجع عاده القرايه، نشجع الناس على القرايه. الحقيقه احنا الفكره بقالها دلوقتي حوالي 6 شهور. بحثنا في كل حته في العالم ان احنا نجد هذه التجربه موجوده في مكان ما لقيناش الحقيقه. يمكن بره في الدول الاجنبيه طبعا هم بيعشقوا القراءه زي ما انت حضرتك قدمت بالظبط، فربما ما نكونش محتاجين للكلام ده. وبنشوفها في المواصلات العامه والمترو. صحيح، حتى في كل مظبوط. فما لقيناش تجربه نقدر نبني عليها. فقلنا لا، هنبدا الموضوع من البدايه، وبدانا ننزل نركب التاكسيات عشان نجد التاكسي المناسب اللي نقدر نحط فيه هذه المكتبه ويكون معانا متحمس، لانه هو يعتبر بياع الفكره. هو اللي هياخد المكتبه بالظبط يعني كده، بالظبط كده. فلو هو مش حابب الموضوع او مش متحمس ليه، اكيد الموضوع مش هيكمل يعني. فده كانت الفكره ببساطه يعني. طب استاذ عماد، مباشره عايزين نتكلم عن الاهداف. يعني دايما دي فكره نبيله جدا وفكره ثريه جدا ومفيده للغايه. ايه الاهداف بقى من وراها؟ يعني عايز في البدايه اقول لحضرتك ان المكتبات لم تعد مكانا فقط لبيع الكتاب. المكتبات دلوقتي بقى ليها اهتمامات ثقافيه مختلفه، وليها انشطه وفعاليات ثقافيه مختلفه بتقيمها. عايز اقول ان احنا حبينا نفعل هذا الدور الثقافي بشكل غير تقليدي، لان احنا دايما عندنا كمؤسسات ثقافيه فاعله، سواء كانت مؤسسات حكوميه او مؤسسات قطاع خاص، دايما بنشتكي ان الكتاب ليس له رواج، ان الناس لا تقرا. دايما نشتكي من هذا الامر. طيب احنا قدمنا ايه جديد؟ احنا اكتفينا بان احنا افتتحنا مكتبات وبننتظر القارئ ان هو يدخل يشتري من المكتبات، او لو هي مكتبات عامه القارئ يدخل يستعير. طيب يعني كيف وصل هذه القيمه لغير القارئ؟ فاحنا فكرنا ان احنا نخرج للناس، ما ننتظرش يعني نروح لهم بدل ما هم يجوا لنا. يعني بالظبط ان احنا نخرج لهم بدل ما ننتظرش بس ان هم يجوا لنا. كمان عايز اقول ان احنا الفكره اساسا بدات في ان احنا عايزين نخرج للناس. فازاي نخرج للناس؟ فكرنا في وسائل المواصلات، لقينا ان اكثر وسيله مواصلات مناسبه هي التاكسيات. حضرتك عارف ان الفترات البينيه عندنا بيضيع فيها تقريبا ربع العمر بالظبط، وخصوصا المواصلات عندنا يعني والاشارات وخلافه. المواصلات عندنا يعني صعبه شويه. احنا دلوقتي الناس هتحب الفكره فتقول لك نكتر من الاشارات بقى عشان نخلص الكتاب. بالظبط كده. فاحنا عايزين الناس تستغل الفترات البينيه بما هو مفيد ونافع في آن واحد. تمام. طب بالتفصيل استاذ وائل برضه هنتكلم معاك عن يعني ازاي، على اي اساس بتختاروا التاكسي، وكمان طريقه التعامل من خلال المتعامل مع فكره تاكسي المعرفه. ولكن بعد ما نشوف تقرير جميل عن تاكسي المعرفه ونعود نشوف التقرير. اولا الناس ترجع تاني للكتب، وبشوف ان الكتاب الان ينتعش وسط التلفزيون والنت. الجيل الجديد كله النت، معتمد على النت. ده كويس جدا، بس لازم يبقى فيه جورنال، لازم يبقى فيه كتاب. في نقطة مهمة جدا، ان الكتاب والقراءة هم اللي بيعملوا الثقافة. النت بتوفر معلومات كتيرة جدا. فرق بين المعرفة والثقافة. الأهم بقى ان انت مش قادر توصل عادة القراية للشباب. يمكن احنا كشعب شوية احنا عايزين نتثقف وعايزين نعمل كل حاجة، بس عايزين كل حاجة تجيلنا. الناس بقت تستسهل، هو كل حاجة فيها استسهال وخصوصا القراية يعني.
محدش عايز يروح، محدش عايز يروح يشتري كتاب من مكتبه. يعني الناس ما بقتش تعتمد على الكتاب وكده، لا تعتمد ان في شخص هيقول لها او هيقول له الكلام ده، لسه هقعد اقرا، لسه هقعد اخد كتاب واشتري الكتاب واقعد افر واقرا دي تعجبني النقطه. لا لا لا، عايز لا كتاب في البيت ممكن يقراه، حد من اصحابه قال له الكتاب ده حلو خد اقراه يقراه كده. يعني الناس عايزه ان حد يزقهم شويه. تركب مترو تلاقي كل بيقروا مين؟ اجانب، اللي هو يعني واحد اتنين في عجب، وتلاقي كل الناس بتبص له اللي هو ايه ده، فاهم؟ مين اللي بيقرا ده؟ يا لسه يا عم احنا في 2010. انا اتعلمت شغلانتي من الكتب، اتعلمت الاخراج من الكتب، اتعلمت السيناريو من الكتب، جبت الكتب اللي بتتباع بره اللي هم بيدرسوا بيها وقريتها لوحدي. اللي بيقروا، اللي مواظبين على كده وليهم وقت بيقروا فيه وليهم كتب بيحبوا يقروها، مثلا ما يعدوش 10% من الاجمالي. مصر تستحق انه لا نقول انه يكون معدل القراءه عندنا ليس اقل من اي دوله غربيه، فاحنا عايزين نعلى بالنسبه دي اكتر بكتير جدا جدا. وده حاجه انا عشان كده. اعزائي المشاهدين، شفنا تقرير يعني في كل الاراء، في كل نقدر نقول الرؤى الخاصه بالمعرفه واهميه القراءه وازاي نوصل كمان للناس. استاذ وائل، مباشره هنرجع لحضرتك واقول لك يعني ازاي انتوا بتختاروا نوع التاكسي؟ هل ممكن اي تاكسي يجي يشارك معاكم ولا انتوا بتختاروا فيه مواصفات عامه؟ وكمان ازاي نحافظ على الكتاب يعني؟ بص، هو طبعا في البدايه كان لنا شروط خاصه جدا، ممكن بعد كده يبقى الامور مفتوحه للجميع. طبعا، لكن في البدايه احنا قعدنا 4 شهور بنركب تاكسيات، الهدف منها ان احنا نجد سواق التاكسي. طبعا بندفع الاجره طبعا. بس من الطرائف الحقيقه اللي حصلت ان انا كان اول تاكسي ركبته في الزمالك. اول ما ركبته وقعدت جنبه بنتناقش، بقول له ايه رايك، احنا عايزين نعمل مكتبه وضعها كذا كذا كذا، فالراجل راح راكن على جنبه ونزلني، قال لي انا مش عايز اسمع حاجه على طول يعني. فالموضوع خد وقت طويل، لكن الحقيقه ربنا وفقنا في اول سائق تاكسي الحقيقه. يعني دايما بحب اذكر اسمه ابو امير، يعني الحاج عبد الغني. تحمس الفكره، انا مش بس بدور على حد ممكن يكون مثقف او صاحب شهاده، لا ده كمان يكون متحمس، وكمان هيشجع الناس اللي بتركب. يا جماعه في مكتبه، يا ريت تبصوا على الكتب. بالظبط كده، هو بيستضيف الناس في الانتريه بتاعه. فالحقيقه الراجل تحمس جدا وبدا يساعدنا في ان احنا نلاقي التاكسي ورا الثاني، لغايه لما النهارده احنا بدانا ب 50 تاكسي موجودين في شوارع القاهره. تمام. استاذ عماد، هنرجع لك برضو في طريقه انتقاء الكتب، ولكن برضو هنطلع لتقرير سريع مع سواق التاكسي بقى البطل في المساله دي، واللي هو يعني نقدر نقول صاحب المكتبه ان شئنا ممكن نقول كده. نشوف التقرير ونعود. تاكسي المعرفه، وهي طبعا عباره عن مكتبه متنقله داخل التاكس. النهارده الزبون اول ما بيركب بنعرض عليه الفكره في اللي هو بيبقى مبسوط جدا منها، ولدرجه ان هو بيحب يستعير بعض الكتب. فطبعا ده ما فيش عندنا استعاره، فبيضطر ياخد رقم الموبايل بتاعنا، وعشان بعد كده بتبقى يعني ما بيتحركش الا بالتاكسي بتاعي عشان يكمل باقي قرايه الكتب. فدي عمليه تسويقيه بالنسبه ليا كسواق تاكسي وسياره. وبعدين احنا طلبنا من المسؤولين عن العمليه ديت انهم يجيبوا لنا كتب اطفال، لان في امهات كتير بيركبوا معانا ومعاهم اطفال. وبعدين الهدف من العمليه ديت يعني تنميه الثقافه بتاعه الافراد، وفي نفس الوقت يعني الاول كنا الزبون يقعد يرغي مع السواق والسواق يرغي مع الزبون، وممكن يبقى الكلام مش مظبوط بين الاثنين او بتاع. فدي طبعا النهارده بتبقى احسن. عموما يعني رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين. بالفعل يعني فكره جميله جدا وبسيطه، بسيطه للغايه. الكتاب متعلق، ممكن اسحب اي كتاب. نقول بقى طريقه اختيار الكتب بقى. يعني هو زي ما قلت لحضرتك في الاول ان الفئه المستهدفه هي فئه غير القارئ في الاساس، فانا لازم اكون حريص على ان الكتب تتناسب مع جذابه جدا. جذابه جدا. لازم اكون حريص يعني خفيفه برضه، ما تبقاش بالظبط، لان هي تحفيز. هي تحفيز لعمليه القراءه. لازم اكون حريص كمان على ان المده المتاحه للقراءه من 10 دقائق لساعه مثلا. وفي نفس الوقت المكان، طبيعه المكان نفسه. فلازم اختار موضوعات او كتب ذات موضوعات منفصله، ما ينفعش اختار
كتب ذات موضوعات متصله. أيوة. زي بعض الدواوين الشعريه، زي بعض كتب الادب الساخر، زي بعض المجموعات القصصيه. وان شاء الله في الخطه ان احنا نحط كتب اطفال، لان ناس كثيره طلبت دوت يعني. طب استاذ وائل سريعا يعني عشان وقتنا خلاص قرب على الانتهاء، نقول ايه الجديد في المشروع؟ يعني دايما انتوا قلت بداتوا من 6 شهور. بدانا الحركه في 6 شهور، لكن العمليه بدات في الشارع بقى لها بالظبط اسبوع ويوم. ايه رد الفعل يعني سريعا؟ والله في خلال الفتره البسيطه دي كلها ردود فعل ايجابيه. سواقين تاكسي كتير بداوا يتصلوا بينا، يا جماعه فين الخط الساخن اللي نركب فيه المكتبه. طب انتوا بتدوا لهم مقابل مادي او كده؟ لا خالص خالص. الموضوع كان مهم جدا في البدايه ان يكون صاحب التاكسي متحمس للفكره اكتر من اي حاجه تانية، لان الموضوع لو دخل فيه فلوس يعني الموضوع مش هيحقق المردود اللي احنا بندور عليه. فكنا حريصين في البدايه في الاختيار ده. ردود الفعل سواقين تاكسي عايزين يركبوا مكتبات عشان بداوا يغيروا، ودي غيره ايجابيه جدا. بدات ناس تركب عايزه التليفون عشان تكلمنا، طب انا عايزه كتب كذا او كذا. عموما استاذ وائل واستاذ عماد بنشكركم جدا على الفكره النبيله الجميله دي، وبنتمنى انها تنتشر بالفعل في كل التاكسيات عندنا، بدل ما زي ما بيقال يعني الاخ الفاضل سائق التاكسي قال بدل ما نرغي في كلام غير مفيد نستفيد بالوقت ويبقى الوقت اجمل واحلى في الاشارات يعني. عموما بنشكر الاستاذ وائل عبد الله مدير العلاقات العامه لمشروع تاكسي المعرفه. شكرا استاذ وائل. وبشكر الاستاذ عماد العادلي المستشار الثقافي لمشروع تاكسي المعرفه. شكرا استاذ عماد. اعزائي المشاهدين بنشكركم جدا على حسن المتابعه. الوقت مع حضراتكم مر بسرعه جدا. كل سنه وانتم طيبين. غدا اسره جديده واحلى صباح. الى اللقاء.